شاهد حادث العثور على زياد مقتولا خلف مسجد الجامع الكبير في محافظة أسيوط. شاب يبلغ من العمر 19 سنة قام باستدراج زياد لقتله بهدف سرقة هاتفه من أجل توفير المال لوالد القاتل لشراء المواد المخدرة. زياد الله يرحمه كان به عدد كبير من الطعنات في أماكن متفرقة من جسمه ومتعدى عليه بشكل همجي. الشاب القاتل بعد ما سرق الموبايل من زياد وباعه وعاد لوالده ليعطيه المال. والغريبة الشاب القاتل بعد ما ارتكب الجريمة البشعة أعطى خال زياد الدراجة بحجة عثوره عليها مرمية في الشارع، وهي كانت أول دليل لفك لغز مقتل زياد والمعرفة القاتل والقبض عليه. زياد يتيم وحيد وأبوه متوفي من 5 سنين في حادث، وأمه رفضت الزواج وفضلت تربية ابنها اليتيم الوحيد. الجريمة البشعة شكلت حالة من الحزن في أسيوط وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد العثور على زياد مقتول بهذه الطريقة، وسط حالة من التعاطف مع والدته لفقدانها طفلها الوحيد، مطالبين بسرعة القصاص من المتهم. ونسألكم في التعليقات الدعاء لوالدته بالصبر والسلوان، وربنا يأخذ حقه من القاتل المجرم. تعازينا القلبية لعائلته وأصدقاء ومحبين زياد.